الجزء ده من أخطر الأجزاء في المحاضرة. لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. يعني إيه؟ يعني أنا هديكم مثال دلوقتي. واحد جابك ووقفك وراح حاطط المسدس على دماغك وشد البتاع اللي ورا دي اللي بتعمل صوت دي عشان إيه؟ زيادة في وقال لك إيه؟ دلوقتي الباب اللي الناحية الشمال دي هيتفتح وهيخرج منه ملكة جمال الكون. لو عينك رمشت الطلقة في نافوخك، مين هيرمش؟ مين هيحاول يبص؟ مستحيل. ليه يا حبيبي؟ ده ملكة جمال الكون، ما تبص. طب أنا هسأل سؤال تاني، مش مين هيبص، مين هيكون عنده الشهوة إنه ينظر فيجاهد نفسه إنه إيه؟ محدش. هو كل اللي واقف دماغه إن الصباع ده لو اتحرك حركة غلط أنا رحت. فما فيش أصلاً شهوة موجودة. ما الذي أخرج الشهوة؟ خوف مزعج. خوف مزعج. طب بلاش. واحد بعت لك ايام بقى زمان بقى الكمبيوتر بلاش او ما اعرفش فيروس دلوقتي بيتبعت على التليفونات ولا لا. واحد بعت لك على الجهاز اللابتوب بتاعك ولا بتاع، بيقول لك ايه، جات لك ايميل كده جالك ولا حتى لو من صاحبك تعرفه، وايه ان الفيديو ده مش عارف فيه ايه، الصوره دي فيها مش عارف ايه وانت ما عندكش اي حاجه ايه تمنعك انك تنظر للحرام. فجيت تدوس على الفيديو وهو بيتحمل، راح طالع لك رساله ايه، تحذير من الانتي فيروس بتاع الجهاز، ايه ان في فيروس خطير على الملف ده. مين هيعاند ويفتح؟ ما حدش هيعاند. ليه؟ انت مش بقى دلوقتي مش خايف على نفسك طلقه هتودي حياتك، ده انت خايف على الجهاز بتاعك بس الخوف المزعج ده خلاك لا مش هفتح الصوره، مش هفتح الفيديو يغور. خوف مزعج. الخوف ده يعمل ايه؟ مش يخليك عندك الشهوه وبتجاهدها، لا، الخوف ده يخرج الشهوه من القلب اصلا، زي المثال الاول اللي هو واضح جدا ده، اللي هو قلت لكم ما فيش حد هيشتهي اصلا. هذا فيه مثال نبوي. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إنه يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراه غرلة، عراه كل الناس عريانة. فقالت عائشة وسوءتاه ينظر بعضهم سوءة بعض. بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك. عورة إيه وبتاع إيه؟ الله، ده الستات كلها إيه، ما تبص يلا يمين وشمال زي ما كنت بتعمل في الدنيا. مفيش. طيب مفيش يعني بجاهد نفسي؟ مفيش شهوة. شهوة ايه دي اللي موجودة؟ خوف مزعج. طيب احنا نوصل للخوف ده ازاي؟ نخاف من ايه اصلا؟ نقول لك بقى الخوف ده نوعين، خوف العوام وخوف الخواص. فخوف العوام من العذاب والعقاب، وخوف الخواص من القطيعة والحجاب. مفهومة؟ العوام اللي هو زينا كده خوفه من ايه؟ العذاب والعقاب. اني يا حبيبي النظرة دي هتجر غيرها، وغيرها هيجر غيرها، والرابعة هتبقى مقطع إباحي، والخامسة هتبقى عادة سرية، والسنة الجاية هنجيبك بتزني. خوف العوام من العذاب والعقاب، ان يجي لك ملك الموت وانت على الحالة دي. مش عارف قلنا لكم كده المرة اللي فاتت ولا لا؟ قلنا لكم لو جردنا مسألة الموت دي من أي حسابات، يعني إنه أمر من الله عز وجل، قلنا لكم بالحسابات الرياضية، بالمعادلات، بالقانون الاحتمالات، أنت راجل بتطلق بصرك معظم اليوم، يعني 70% من اليوم 80% من اليوم أنت مطلق بصرك، فضلا أن تكون تتفرج على إباحية. بقانون الاحتمالات أنت 80% هتموت على ده. ده قانون الاحتمالات، يعني حد فاهم اللي بقوله؟ قانون الاحتمالات كده، يعني أنا 80% من حياتي إباحيات، يبقى 80% احتمال إنك هتموت على الإباحيات. ما هو هنجيب الاحتمالات منين؟ ما هو من حياتك، من يومك. واحد من الدعاة بيحكي هي حصلت له هو شخصيا، واحدة تعرف الداعية ده فكلمته منهارة بتعيط تعالى، راح واخد 2 معاه من الدعاة وراح لبيت الست دي، فتح لهم الباب، شافتهم أغمى عليها، قعدوا يفوقوا فيها، قالت لهم ابني فوق تعالى، فتح الباب على ابنها ميت وهو بيشاهد الإباحية. خوف مزعج. ولذلك يا جماعة في ناس تحكي يقول لك جيت أفتح الإباحية هاجم عليا هاجم الموت، اللي هو انت ممكن تموت اللحظة دي.
ما بقى خلي بالكم مش ما بقاش يعني مشتهي بس عرف يجاهد نفسه، ما بقاش مشتهي. الخوف غلب. انتوا عارفين يا جماعه احساس الخوف يعني هو احساس بيغلب على احساس. زلزال 92 اول زلزال كان 92 صح؟ انا فاكر يعني الزلزال ده ما حصل طبعا كان جديد علينا، يعني كان الجيل بتاعنا جديد عليه ان يحصل زلزال. يعني بعد كده بقت القلوب اهدى شويه، انما الزلزال ده حصل فيه حاجه عجيبه جدا والكبار هيبقوا عارفين الكلام ده. يعني لما حصل زلزال 92 كله جري من البيوت، فكله جري باللي عليه. الراجل نزل باللي عليه والست نزلت باللي باللي عليها، وما كانش حد بيبص لحد. يعني ما فيش حد هو احنا الناس مش عارفه ايه اللي بيحصل، يعني كل واحد فاكر ان عماره ما حدش جه في دماغه زلزال، يعني ما كانش عندنا الثقافه دي. فكل واحد فاكر ان عمارته هي اللي بيحصل فيها كده وبتقع، فكله نازل جري، ما فيش حد بيبص لحد. خوف مزعج. امتى بقى يبتدوا يبصوا لما الدنيا تهدى وبتاع وعرفوا ان ما فيش؟ ما احنا والله يا جماعه احنا نستاهل ضرب يعني اللي نزل ده مثلا ولقى ان الحمد لله الليله عدت على خير، ده بقى يطأطئ رأسه ويحمد الله عز وجل انه ما ماتش في هذا الزلزال. ومش كده، لا. انا ابويا بقى عمل حاجه جميله جدا، الناس كلها خايفه ونازله تجري، ابويا نازل بالراحه عمال يقفل في البيبان. طبعا هو اللي نزل جري ما دورش على مفتاح الشقه، يعني هو نازل وابويا بقى اللي جه في دماغه لحسن حرامي يطلع. حرامي مين اللي يطلع؟ الزلزال خلص، الناس مش عارفه تخش بيوتها بقى، يعني محدش معاه مفاتيح. فهو ما كانش عنده الخوف المزعج ده قوي يعني في الزلزال. خوف مزعج، خوف العوام من العذاب والعقاب. فاقعد بقى افكر في النار شكلها ايه، وفي انك لو مت على بلاش يا جماعه، بلاش النار. ولو يعني فكروا في مشهد واحد، انك واقف بين يدي الله عز وجل يعاتبك. ما تفكرش في النار، بس انك واقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه يعاتبك، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، قفلت عليك الباب وفتحت الاباحيه وقعدت تتفرج على الاباحيه، وعملت عاده سريه، وبتشات مع فلانه وانت بتشاتي مع فلان، وبتبعت لك صور والله عز وجل يواجهك بهذا. يا لخجلتك. مصيبه. ده انا مش عاوز اقول لكم عذاب وعقاب، ده بس لحظه انه هينادى بك اذهبوا به الى كذا. اللحظه دي بس انت لسه ما تعرف، يعني مش بقول لك النار نفسها، اللحظه دي كفيله انك تموت فيها. يعني لولا ان الله عز وجل كتب انه لا موت لمت في تلك اللحظه. زي بعض السلف فقه هذه المساله قال: لو قيل لي يوم القيامه تحب ان تعرف مقعدك من الجنه او النار او ان تكون رمادا، لاخترت ان اكون رمادا. لحظه مرعبه، بصر ايه اللي تطلقه، وشهوه ايه اللي تبقى في قلوبنا لو عشنا المشاهد دي. خوف مزعج، خوف العوام من العذاب والعقاب، وخوف الخواص من القطيعه والحجاب. دي حاجه افلام خيال علمي، اللي هو الخواص يا جماعه خوفهم مش من العقاب والعذاب، خوفه انه ما يلاقيش لذه المناجاه بالليل، انه يحجب عن الله، فهو عمال يحرز نفسه كده بالنهار عشان انا مش هعرف اعيش لو جيت بالليل ما لقيتش لذه مناجاه. مش متخيلها الخواص دول، مش متخيلين يعني هنعيش ازاي. ما هي دي اللي قال عليها ابن تيميه انها جنه ان في الدنيا جنه الدنيا، ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. فدي جنه الدنيا اللي عايشين عليها. ماذا يفعل اعدائي بي؟ انا جنتي وبستاني في صدري، ان حبسوني فحبسي خلوه، وان نفوني فنفي سياحه، وان قتلوني فقتلي شهاده. هو عايش في نعيم كده لوحده. انه لتمر على القلب اوقات يقول: لو ان اهل الجنه في مثل ما انا فيه من النعيم انهم لفي عيش طيب. جمله عجيبه. الخواص دول، الاولياء دول، بيعدي عليهم لحظات كده في حياتهم بيقولوا لو الجنه، نعيم اهل الجنه، ان هم في الحاله اللي انا فيها دي، هو جميل جدا. يعني انا مش عاوز اكتر من كده، ان انا الحاله النفسيه اللي انا عايشها دي، الحاله الايمانيه دي، الالتزاز بمعيه الله، انا مش عاوز غير كده. طب اللي يوصل للحاله دي يتخلى عنها بسهوله؟ هديكم يا مثال بسيط كلنا عشناه، كلنا بلا استثناء، عشان بس نفهم الفكره. مش هو ده قوي بس يعني عشناه، اللي هي حلاوه البدايات. كلنا ما اول ما تدينا فاكرين الحته دي اللي هو والعين بقى الباكيه، ولو فاتك بس مش عارف تكبيره الاحرام تبقى متضايق من نفسك ازاي
كلنا اظن او معظمنا عاش الحقبه دي في حياته. هو ده خوف الخواص، القطيعه والحجاب. انا احجب عن الله وبايه؟ بنظره. ليه؟ تغور النظره، تغور نساء الارض كلهم، محدش فهذا خوف الخواص. لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. شايفين لفظ مقلق ده يا جماعة؟ اللي هو إيه؟ اللي هو جه في الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قلقانين كده. طب ليه تتجافى قلقانين؟ ليه؟ يعني الجو حر؟ لا، أصل هم يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهو على المضجع وهو على السرير قلقان. راحته فين؟ في السجود والقيام. يبيتون لربهم سجدا وقياما. على فكرة معهم بعض أهل اللغة قالوا إن البيتوتة، لفظ البيتوتة يبيتون ده، قالوا إن البيتوتة ما تكونش إلا مع الطمأنينة من حيث اللغة. خلاص؟ فدول يبيتون فين الطمأنينة؟ فين الراحة؟ أرحنا بها يا بلال. شوق مقلق. طب إيه هنشتاق لإيه بقى؟ حاجتين برضه. قالوا شوق العوام للحور والقصور، وشوق الخواص للشهود والحضور. يبقى ايه الشوق المقلق اللي يخرج الشهوه؟ شوق العوام للحور والقصور، يعني يجي ده. خلي بالكم يا جماعه، الاول ما بصش ليه؟ من الخوف المزعج، هموت وهأبعث وفي نار، فده خلاه ما يشتهيش. التاني مش كده، التاني هو عايش في الجنه، عايش في الجنه. خلي بالك، هو مش بيجاهد نفسه، هو فعلا مش لاقي شهوه للدنيا دي، مش لاقي لها شهوه. هو عايش في الجنه، هو عايش في القصور والحور وكذا وكذا. فالحاجات دي خلته، عارفين زي ايه بالظبط كده؟ لما يجي مثلا ايه، تشم ريحه مثلا ايه قرص طعميه كده فريقك يجري، وبعدين يتحط قدامك قرص طعميه، هتيجي تمد ايدك تاكله، تلاقي ايه؟ مراتك ولا والدتك خارجه لك بايه؟ بكباب وكفته وبتاع، تقوم تزهد في الايه؟ يعني معظم الناس يعني تزهد في القرص ده. خلاص؟ لو قال لك يا عم ده انت كانت شهوتك دلوقتي في القرص الطعميه وريقك جري عليه، يقول لك يا عم ايه طعميه دي دلوقتي؟ مش كده؟ طيب هو انت جاهدت نفسك عشان تترك الطعميه؟ ده انت يا ابني ريقك كان بيجري عليها. انا نسيت الطعميه، نسيتها، ما بجاهدش نفسي مع انها كانت شهوتي، ما بجاهدش نفسي. ليه؟ اصلك مع الكباب. هو بقى صاحبنا ده كده، شوق العوام للحور والقصور. طب يا جماعه ازاي هنشتاق حاجه نجهلها؟ لو انا اديت المايك كده لواحد فيكم قلت لكم تعالى كلمني عن الجنه ربع ساعه، طب ازاي هنشتاق؟ ما احنا مش عارفين. طب كلمني عن النار ربع ساعه، طب ازاي هنخاف؟ ما احنا مش عارفين. فاحنا محتاجين في دي يا جماعه، محتاجين ده، محتاجين نسمع في الجنه والنار، محتاجين ده. يعني خلي لنفسك ورد كده، سماع اوصاف الجنه، سماع اوصاف النار. شوفوا حد اتكلم في الحاجات دي يحسنها، يحسن عرضها وايه، واسمعوه كتير. شوق العوام للحور والقصور، وشوق الخواص للشهود والحضور، اللي هو عكس القطيعة والحجاب بقى، إن هو دائما في مشاهدة الرب عز وجل، في شهود الله عز وجل، في حضوره مع الله عز وجل، في أنسه بالله عز وجل. فهو شوق لده. خلي بالكم، الأول اللي حركه إنه خايف يفقد ده، الثاني اللي حركه اللي خلاه يمتنع عن إطلاق البصر هو إنه بيلتذ بده، يعني هو اللذة هي اللي في دماغه، الثاني القطيعة هي اللي في دماغه. يبقى لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق، وخوف العوام من العذاب والعقاب، وخوف الخواص من القطيعة والحجاب. وشوق العوام للحور والقصور، وشوق الخواص للشهود والحضور.